ايه الفرق ما بين العربيه الكهرباء والعربيه الهايبرد وانهي احسن فيهم؟ العربيه الكهرباء بتعتمد على موتور او اكتر من موتور كهرباء وبطاريه، انما العربيه الهايبرد بيكون فيها موتورين، الاول بنزين والتاني كهرباء، وليها انواع. اول نوع فيهم مايلد هايبرد، ودي بتعتمد على موتور كهرباء صغير، وفي اغلب الاحيان الموتور ده بيكون موجود ما بين الموتور البنزين والفتيس. النوع التاني فول هايبرد، بيكون فيها موتورين ولكنها بتعتمد على تقنيات معينه عشان الموتور البنزين يقدر يشحن الموتور الكهرباء. النوع الثالث بلاج ان هايبرد، ودي بتتشحن زيها زي العربيات الكهرباء، يعني ممكن تقف في محطه شحن وتشحن البطاريه اللي بتدعم الموتور الكهرباء. نيجي بقى للنقطه الاهم، انهي الافضل فيهم، الكهرباء ولا الهايبرد؟ العربيات الكهرباء بعد التطور اللي حصل السنين اللي فاتت تعتبر هي الافضل، لان منظومتها افضل وصيانتها اسهل. يعني تعمل صيانه لموتور بنزين وموتور كهرباء وبطاريه، ولا تعمل صيانه لموتور كهرباء وبطاريه بس؟ عشان كده الكهرباء تكسب. عشان تعرف اكتر ادخل دلوقتي على سيكشن العربيات الكهرباء على ابلكيشن كونتاكت كارز. عربيات كهرباء يعني كونتاكت كارز.